السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا والله. في نقطة كده سريعة حابب بس اتكلم معاكم فيها، وبالاخص اصحاب العمل. يا جماعة بعد اذنكم، هي ما بتتحسبش بعدد ساعات. والله هي مش بالعدد الساعات. انا ممكن اشتغل مع حضرتك 12 و14 و16 ساعة والله العظيم، وفي نفس الوقت مش هديك شغل. زي ما حضرتك سمعت كده، مش هديك شغل. نسبة الهالك عندي عالية، نظافتي مش احسن حاجة، نظافة القسم مش احسن حاجة، اسلوبي مع العميل مش احسن حاجة. هي القصه كلها مش قصه عدد ساعات. انا ممكن اجي اشتغل مع حضرتك ساعتين ثلاثه، مش بقصد ساعتين ثلاثه يعني، بتكلم في عدد ساعات قليل، ولكن اقدر اديك فيهم ناتج. يعني حضرتك لما تيجي تقيم موظف او لما تيجي تقيم الموظفين اللي عندك، ما تحسبش ده شغال كام ساعه وده شغال كام ساعه. شوف ده بيديك ناتج في خلال اليوم قد ايه، وشوف ناتج ده في خلال اليوم قد ايه. الفكره كلها اللي حابب بس اوضحها، هي مش بعدد الساعات يا فندم. بص نظافته، بص لباقته، شوف انتظامه واحترامه لمواعيده ولزمايله، شوف احترامه للعميل. في امور كتيره جدا جدا بتقدر تقيم بيها الموظف عندك غير عدد الساعات. صدقني، عشان في ناس كتيره قوي في السوق مظلومه بسبب عدد الساعات. اللي بعض الشيفات وبعض اصحابنا اللي لسه صغيرين اللي لسه طالعين، اللي بيشتغل عدد ساعات مش عارف هو بيجيبها منين. عشان انا والله بقولها لك، مفيش حد يقدر يديك الشغل ال 12 و14 و16 ساعه اللي انت حضرتك بتتكلم فيهم، غير لما لازم يريح ولازم يكروت ولازم يعدي، عشان هو بني ادم في الاول وفي الاخر يعني. فهي مش بعدد الساعات. يا ريت حضراتكم تراجعوا نفسكم في النقطه دي تاني، والله العظيم ليكم مش ليا. واسف تاني مره على الاطاله، ويا ريت يكون رسالتي وصلت صح.